السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم يوسف ومطبخ اكلاتنا على قد الايد. النهارده هنعمل مع بعض صينية جلاش بالفراخ، وهو ورك واحد بس، ورك فرخة واحد بس. جبته من عند بتاع الفراخ، غسلته ونضفته وسلقته وقطعته شرايح رفيعة زي ما انتوا شايفين كده. جبت معاه 3 حبايات من الجزر بشرتهم، وجبت 3 بصلات برضو قطعتهم كده صغير مربعات، و4 حبايات من الفلفل الرومي وقطعتهم شرايح رفيعه، ولفه جلاش وملح وفلفل اسود و7 بهارات برضو، معلقه صغيره. لو عندك، ما عندكيش يبقى هو ملح وفلفل اسود بس، ومعلقه كبيره من السمنه. يلا بقى نجمع حشوتنا الحلوه دي. حطيت حله كده على النار سخنت، نزلت عليها بمعلقه السمنه. اول ما تسيح معايا معلقه السمنه كده، هقوم نازله عليها ايه؟ اول حاجه بالبصل، وهدي البصل تشويحه حلوه لحد البصل كده ايه ما يبدا يدبل معايا. انا عايزه البصله تدبل شويه، لما تدبل كده يبقى هي ايه؟ اتشوحت وبقت تمام. هقلب كده لما ايه؟ تدبل وتتشوح معايا. خلصت كده خلاص، هقوم نازله بورك الفرخه القمر ده بالشكل ده، وهقلبه كده معاه تقليبه حلوه. هقلبه كده وايه بالمعلقه كده، وهفضل ايه؟ افكك كده، عشان طبعا هو ايه اللحم بيمسك في بعضه، فلازم بقى ايه اقلب تقليبه كويسه عشان افكك كده بالطريقه دي اللحم كده يفك عن بعض. اللايك بقى يا حلوين، متنسوش اللايك وتشتركوا في القناه عشان نتواصل مع بعض وعيلتنا كده تكبر وتبقى حلوه. خلاص كده هقوم نازله بايه؟ بنص معلقه من الملح ونص معلقه من الفلفل الاسود. بقيه الملح ان شاء الله هحطه لما احط بقيه الخضار. هبدا بقى اديها الملح بتاعها المظبوط في الاخر، بس انا هنزل بدول دلوقتي عشان ايه؟ عايزه كده ايه؟ الفراخ والبصل يشربوا كده حبه الفلفل الاسود الحلوين دول والملح، وهشوح. خلاص شوحت كده، هنزل بقى بالفلفل ده. شايفين الفلفل؟ ما شاء الله، اللهم بارك. ما شاء الله يا جماعه، الفلفل اليومين دول حلو قوي ومش غالي. وهقلب كده لما برضو ايه؟ الفلفل هو كمان يدبل معايا. حشوه بسم الله ما شاء الله يا جماعه. زي ما قلت لكم في الاول، هتعمل صينيتين مش صينيه واحده. اللي هيتبقى منك تعملي بيه اي حاجه، مش شرط تعملي بيه جلاش، ممكن نعمل بيه سمبوسه، ممكن نحشي بيه فطيره، ممكن نعمل اي حاجه. وهنا يا حبايبي هو اروح نازله باخر خطوه الجزر. يبقى في الاول البصل، وبعدين الفراخ، وبعدين الفلفل، ودلوقتي اهو حطيت معاكي الجزر اخر حاجه. هقلب بقى كده كله مع بعضه، وهبدأ بقى ايه؟ اظبط الملح بتاعها. اظبط بقى الملح، انزل بقى كده معلقه صغيره من الملح، صغيره قوي، وما تنسوش ان احنا حاطين في الاول، ونص معلقه من الفلفل الاسود، وشويه من ال7 بهارات لو موجودين. مش موجودين خلاص مش مشكله، يبقى هو ملح وفلفل اسود وبس. بس انا عشان موجود عندي حطيت بصراحه. وهقلب بقى الحشوه القمر دي كده مع بعض كلها بالطريقه دي. والله ان شاء الله هتعجبكم، ان شاء الله هتعجبكم بفضل الله. نعمة ربنا كلها حلوة. اللايك يا قمر بقى، يلا انزلي باللايك كده عشان الفيديو كده ايه؟ الناس كلها تشوف. بصوا الحشوة الجميلة بتاعتنا، شايفين يا جماعة لما دبلت بقى شكلها ايه؟ كده هي خلاص استوت معايا. تعالوا بقى نجمع بقى الصينية بتاعتنا. يلا بينا. هنجيب بقى كده ايه؟ صينية، وطبعا لو صينيه مربعه يبقى افضل، عشان انتوا عارفين الجلاش بيحب الصينيه المربعه، تبقى احلى عشان نطلع خرطه مربعه كده بالهنا والشفا. دهنت كده الصينيه بتاعتنا دي اللي على قد الايد زي مطبخنا كده بالظبط. واروح نازله بقى ايه بالجلاش بتاعي. هفرد كده ورقه ورقه، والورقه طبعا اللي بتتقطع بحطها جنب اختها، مش برمي حاجه، الحمد لله مفيش حاجه بتترمي. وهنزل بقى كده بدهنه من السمنه. كل ورقة هحطها هنزل عليها بدهنة من السمنة لحد ما اخلص نص الكمية بتاعت لفة الجلاش. هاخد نص الكمية. خلاص كده خدت نص الكمية. هعمل ايه؟ هجيب بقى الحشوة القمر دي،
وهنزل بقى ايه بالكمية اللي تكفي الصينية بتاعتي. مش شرط ان انا عملت كتير يعني هحط في الصينية كلها، لا طبعا. امال انا هوفر ازاي؟ احنا ستات شاطرة لازم نوفر. هعمل ايه؟ حطيت كده نص الحشوة دي كده، يعني يا دوبك هي الحمد لله كده ايه حلوة قوي، بسم الله ما شاء الله. كده دي هتكفيني، الحشوة دي كده هتكفي معايا الصينية بتاعتي دي. بصوا يا جماعة، انا هنا ايه خدت حتة كده معلقة صغيرة عشان لقيت ان في ايه في حتة فاضية كده في الجنب عندي، فايه هحط لها الحتة دي. شايفين الحشوة جميلة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. وهفرد كده الصينية بقى كده بتاعتنا. شايفين الصينية؟ بس كده حلو قوي. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هبدأ بقى. شايفين يا جماعة اللي فايض مني قد ايه؟ انا قلت لكم لسه كمان هحطه لكم كده في طبق في الاخر، وهتشوفوا الحشوة قد ايه. هي كده برضو مش باينة. ما شاء الله الحشوة زادت مني، انا ما كنتش متوقعة ان هي هتزيد كده. اللهم بارك يا رب. ربنا بيبارك في القليل، الحمد لله. هبدأ بقى ايه اعمل زي ما عملت في الاول. ابدأ بقى احط ورقة ورقة كده، وبرضو انزل عليها بدهنة من السمنة. كل ورقة احطها هنزل عليها بدهنة من السمنة لحد ما اخلص برضو النص التاني بتاع لفة الجلاش. انا حطيت نص تحت، وادي النص التاني حطيته من فوق. وكده خلاص. انا لسه ما حطيتش طبعا ايه سمنة من فوق. ليه بقى؟ عشان هقطع. ما ينفعش احط سمنة من فوق وانا هقطعها بقى كده يا حبايبي. طبعا انت قطعيها بالطريقة اللي تفضليها، اي طريقة بتحبيها قطعي. انا هقطعها كده مربعات، طريقة سهلة وبسيطة واي حد يعني ممكن يعملها. ولا هعملها بقى مثلثات ولا اي حاجة، لكن طبعا انت الطريقة اللي بتحبيها قطعيها زي ما انت عايزة. وهاخدها بقى كده ايه بالعرض، وبعد كده هقطعها بالطول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة عشان توصل لكم كل وصفاتنا، وعيلتنا الحلوة الزغنطوطة دي تكبر ونبقى حلوين كده مع بعض. اهو كده يا حبايبي. خدتها كده انا ايه طول وعرض، طول وعرض بالطريقة دي كده لحد اما ايه اقطعها كلها. هعمل ايه بقى تاني؟ انا قطعتها اهو. هعمل ايه؟ هروح جايبة كوبايتين من اللبن زي ما انتوا شايفين، وبيضتين او بيضة واحدة اللي عندك متوفر، مش مشكلة. بيضة واحدة برضو مش هيجرى حاجة، هتطلع جميلة وزي الفل من ايديك ان شاء الله. حطينا كده عليها معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وبالشوكة كده، وهفضل اقلب لحد اما الملح والفلفل عندي يدوبوا خالص، والفلفل ما يبقاش باين، وكمان البيضة دي تفك معايا وما تبقاش باينة برضو معايا. هقلب كده بالطريقة ديت، وبعد كده هنزل بقى ايه على الصينية بتاعتي. والله صينية يا جماعة اتعملت سهلة بمنتهى السهولة، يعني مش حاجة صعبة، مفيش حاجة صعبة. احنا الستات شاطرين وبنعمل كل حاجة وبنتعلم بسرعة، وكمان بنتعلم من بعض. يا ريت تقولوا لي بقى في الكومنتات كل واحدة فيكم بتعملها ازاي، او عملتيها قبل كده ازاي. خلصت كده، نزلت باللبن والبيض. هفضل بقى ايه ادبها كده دبتين خبطتين بس كده على الرخام، عشان اضمن ان اللبن والبيض بتاعي اتوزع في الصينيه كلها. واوديها بقى على الفرن. يلا بينا واوريها لكم بعد ما تطلع من الفرن. وادي يا حبايبي شكلها بعد ما طلعت من الفرن. ايه رايكم بقى؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. صينيه قمر. بصوا، والصينيه كمان شايفين ولا لزقت ولا اتحرقت مني ولا اي حاجه. بألف هنا وشفا. يا ريت تجربوها، هتعجبكم ان شاء الله، هتعجبكم. تعالوا احطها في طبق كده وافتحها لكم واوريكم من جوه عامله ازاي. بصوا يا جماعه، دي مش صينيه جلاش، دي قمر كده قمر. بصوا، شايفين الحشوه الجميله؟ بصوا بقى بقيه الحشوه اللي اتبقت مني قد ايه اهي. شايفين؟
بسم الله ما شاء الله. تعمل صينيه تاني زي ما قلت لكم، هتعملوا بيها اي حاجه تانية. يا رب النهارده الوصفه تكون عجبتكم. متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل فيديوهات.